المغاربة حاليا رجعوا ما كابوس الأول ديال كريستيانو رونالدو في كرة القدم، فبعد المنتخب الوطني وياسين بونو الآن الراحمي ينتقم لرونالدو. قال رونالدو يوم الأمس: رومنتادا غتكون ضد العين. لكن الراحمي فاجأه في أرض الملعب، لا في مباراة الإياب ولا في مباراة الذهاب، قدر يسجل ثلاثية مجموع المباراتين. سجل اليوم في المباراة هدف الأول، وكذلك سجل الهدف الثاني، والنصر قدرت ترجع في النتيجة وكانت سهلين. مشات المباراة للأشواط، ورونالدو ضيع أغرب فرصة تقريبا في المسيرة ديالو، كنظن أنا أغرب فرصة ضيع، الشبكة خاوية. لكن هاد السيد هذا ماشي عادي، تبارك الله وما شاء الله عليه، تبارك الله وما شاء الله عليه. كيستحق التواجد في التشكيلة ديال المنتخب المغربي. دابا كيقود العين إلى نصف النهائي دوري أبطال آسيا. وفي ركلة الترجيح حتى سفيان الرحيمي ماركا الركلة ديالو، للأسف لاعبي النصر ما قدروش يسجلوا، ما عدا الأسطورة كريستيانو رونالدو هو اللي سجل الركلة الوحيدة في الركلات. وبالتالي رسميا العين إلى نصف النهائي دوري أبطال آسيا لملاقاة الهلال أو الاتحاد السعودي.